نسمع كتير عن حاجه اسمها البردقوش، وانا سمعت عنها كتير. قبل ما نصور الحلقه شردي اداني حتتين كده، دعاكم في ايدك، دعكت في ايدي، بشم لقيته ريحته زعتر، بقول له يا عم ده زعتر، يقول لي لا ده بردقوش. طب ايه الفرق؟ ايه الفرق ما بين البردقوش والزعتر، وايه استخدامات ده وايه استخدامات ده؟ هتبقى حلقه النهارده في السريع كده. ازيك شردي؟ ازيك حبيبي؟ عطريات. انت قلت لي اسمها بردقوش. بص المنظر حلو. هما الاتنين بيتباعوا باسم البردقوش في السوق المصري، ولكن ده احد انواع الزعتر واسره الزعتر. شد الورقه اهو. ها. ايوه ريحه زعتر. اوريجانو 100%. بس برفيومد شويه جدا. صح يعني حلوه قوي وجميله جدا ونادره. بص ورقتها مدوره شويه، ما دي يعني اللي مليانه. دي اللي انا بعتها دي اللي انت بعتها لي. حلو. لا انت بعت لي دي، اوكي. هنا هنخش على بردقوش. ايه ده البردقوش. يعني ايه بردقوش؟ بردقوش نوع من انواع العطريات اللي موجوده في مصر، احنا كمصريين ما بنستخدمهاش في الطبيخ، ولكن هي في الطبيخ حلوه جدا جدا، انما هي اساسا مشروب البردقوش. طبعا. ايه فايده البردقوش؟ المعده وامعاء. انا ملاحظ ان كل النباتات الزيتيه معده وامعاء وصدر. لا استنى بقى، دي مش ريحه الزعتر صح؟ دي اللي ريحه زعتر. اشكرك، ما انا قلت لك بص دي زعتر من اسرته، ولكن احنا بنبيعهم في مصر كده على انهم الاثنين بردقوش. حلو، انما دي اندر ما يمكن. تخيل انت بقى، بس عشان صعوبه التفرقه في الورقه بيبيعوهم كلهم بردقوش. البردقوش برضو شاي يعني يتعمل بدل الشاي. بيتعمل يتجفف ولا يتعمل الاخضر؟ يتجفف ويتعمل بدل الشاي، وتتجفف ويتعمل مع خلطه البهارات بتاعتك. بص انا بعمل ايه؟ كله بيشتري خلطه البهارات. لا انا بجفف ورق قشر البرتقال وقشر الليمون، اجففه في الشمس. اوكي. وبعدين اطحنه مع بردقوش مع روزماري مع ملح مع فلفل مع شويه كذا، ودي خلطه مثلا الفراخ، ودي الخلطه التانيه بتاعت السمك، ودي الخلطه بتاعت اللحمه. انت بتعمل خلطاتك اللي انت تتميز بيها، فانت تلعب بده زي ما انت عايز. اي حاجه من دول. انت راجل اكيل، الراجل ده انت بتعلمنا ناكل ونتذوق يا حبيبي. تسلم. بص يا استاذي، انت علمتنا حاجه. انا مره كنت بتفرج عليك وانت قلت، بصيت للكاميرا كده قلت بصوا انا ما يعجبنيش بس هيعجب ناس كتير. ما هو اذواق، الاكل اذواق. احترمتك قوي. ليه؟ لان هو انا بدوق ايه؟ طب انا حابب الحته دي او مش حاببها؟ الله، لا ده طعم ممكن ناس تانية تتذوقه رغم ان انا مش عاجبني. زي انا وانت في الفسيخ كده. صح. ماشي. اعداء. صح. البردقوش يحب الميه كتير ولا لا؟ جدا. بص كل العطريات الورقيه دي في الصيف لما يخش عليها راعيني اراعيك، وزي ما قلنا في حلقات قبل كده، قبل 8 الصبح او بعد 6 بعد الظهر لسقيه الميه بالظبط. وهي تقطف منها كتير قوي. 3 و4 و5 البردقوش كلهم. وبعدين يبدا يخش معاك في 6 و7، هتخش عليه الحراره الجامده، خف عليه القطف شويه وزود له الميه وهديه. ارجع تاني يقطف منه من نص 9 لغايه نص نوفمبر. كلهم كده. كله كده. 99.9 من الورقيات الزيتيه لما تشربها مغليه مفيده للامعاء والقولون. طالما انت بتاكلها هي عمرها ما هتضرك لو انت تحطها في البهارات. طب ما تجربها وتشربها، هتديك اطعمه مختلفه جدا وبعيده جدا عن الطبيعي. وفي نفس الوقت صحيه للغايه. في منها اللي بيخفض الضغط، في منها اللي بينقي الدم بشكل كبير. طب ما احنا ورق ايه اللي بينقي؟ هقول لك انا. تتخيل انت ان انت لو شربت البقدونس ده اكتر حاجه بينزل الميه من الجسم. الميه مش بس كده، ويغسل الكلى او تاكله غسيل الكلى. صح. طب ما هو انت برضه هتخش على البردقوش بنفس الطريقه، هتخش على اللويزا بنفس الطريقه، هتخش على الروزماري اللي هو اكليل الجبل. كل ده في سايتس اقدر اعرف منها بالعربي طبعا فايده كل زرعه سواء في الشرب او الاكل. ايه؟ اعمل كده واعمل سيرش على جوجل واتفرج. جوجل. ما عندك ما تعرفش انت سايتس معينه؟ يعني انا هقول لك هل دي هي شجره المورينجا مثلا؟ المورينجا كتير بيتكلموا عليها. شجره الحياه. انت لا تتخيل المورينجا عامله ازاي، انت لا تتخيل فوائد المورينجا. برضو بتتغلي كده؟ مين ده تتغلي كده، تاكلها من على الشجره. ده جدرها بيتاكل، ده زهرتها بتتاكل، ده موجود عندنا في مصر. ده كل الناس بتروح وكل بتوع سينا يقول لك يا باشا ده المورينجا اهو. المورينجا وهم بيزرعوها لانها بتطلع جامد قوي في الصحراء. المشاتل لا. المشاتل عندنا، ما انا عندي المورينجا وانا زارعها في بيتي فعلا. الكاري الاخضر
ايه كاري اخضر ده؟ انا عارف ان الكاري اصفر. لا هو تعالى بيصفر لي بعد كده. لا تعالى لي بقى. ايه ده ايه ده ايه ده؟ تعالى لي بقى، يلا بينا ونخش على الكاري. يلا بينا نخش على الكاري. يلا تابعونا بقى سواء على الفيسبوك او على انستجرام او على تيك توك او على يوتيوب، مراد مكرم الرسمي. هتلاقوا الحلقات الصغيره دي انا وصديقي محمد شردي بنقول لكم تقدروا تزرعوا ايه وتجيبوه منين وتستخدموه ازاي في اكلكم.